تحية كبيرة معاكم نويرة. مش كل الحاجات اللي الأجانب بيعملوها صح، لكن كمان برضو مش كلها غلط. من أكتر الحاجات اللي بتعجبني فيهم إن مفهومهم عن الحياة مختلف شوية. عندهم مفهوم إنهم يتعلموا ويجربوا لآخر نفس في عمرهم. عندنا الواحد بيوصل سن ال40 ويبطل يتعلم أي حاجة جديدة، يقولك خلاص أنا أديت رسالتي. رسالة إيه يا عم الحاج اللي أديتها؟ ده أنت في أكتر وقت المفروض إن أنت تكون بتستمتع بيه، لأن الوقت ده المفروض يعني إن أنت يكون معاك المال والصحة الاتنين مع بعض مجتمعين. بص الست دي عمرها لا يقل عن 70 سنة مثلا، وجاية من بلدها من آخر الدنيا علشان تزور مكان جديد وتتعرف على شعب جديد، لأ وكمان تعمل غطس. انت شايف هي شايلة كام اسطوانة ونازلة بيهم؟ أنا أمي لو جابت كيس خيار من السوق بترجع تعبانة ومش قادرة. الناس دي بتعافر في الحياة بجد، وبتعرف ازاي تبسط نفسها لآخر لحظة. وهم أكيد مش تركيبة مختلفة عن البشر، أنا وانت كمان نقدر نعمل كده، لكن محتاجين بس نغير مفهومنا عن الحياة. محتاجين نلعب الحياة لحد آخر لحظة، زي ريال مدريد كده وزي الأهلي كمان. فريق بينزل عنده هدف، فريق بينزل عايز يفوز، بيلعب أول دقيقة زي آخر دقيقة، بالعكس كمان ده بيدوس بنزين بزيادة في آخر دقيقة. احنا كمان محتاجين يبقى عندنا هدف، ساعتها بس هتستمتع بالدنيا وهتعافر فيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن مش نهاية فيديوهاتنا إن شاء الله. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.